مساء الفل أو صباح الفل. يلا النهاردة هنعمل أكلة سريعة جميلة، يعني أكلة هتبقى سريعة جدا. معانا النهاردة جماعة، معانا فرخة جميلة هنحشيها. الفرخة دي بصوا يا جماعة، أنا غسلتها غسلة كويسة جدا جدا، وتحت الحتة اللي بتبقى ورا دي قطعتها كلها، وطبعا نقعتها في المحلول بتاعها. ريحتها بصوا طالعة عليا ليمون وأنا بصور لكم كده، ومسكتها من قلبها من جوه، وقطعت الحتت اللي بتبقى في الجنيحة دي، خليتها زي الفل. هنعمل ايه فيها؟ هنحشي الفرخة دي يا جماعة، هنحشيها ان شاء الله مع بعضينا حشوة، بس هتبقى حشوة جميلة لذيذة. هنا انا حطيت في الطاسة دي حبة زيت، وحطيت فيها حبة زبدة، حتة زبدة يعني معلقة زبدة، وغسلت الرز كده وحطيته. هديله تقليبة واحدة. أنا بقى ما بحبش الرز أبيض يا جماعة. الأول نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دعوة المرضان يا جماعة، ودعوة لأمواتنا، ربنا يرحم كل غالي وعزيز فقدناه يا رب. يلا بقى ايه كده، انا حمرت الرز اديته كام تقليبه. انا الرز يا جماعه ما بحبش احطه في الفراخ ابيض كده، بحب اديله التقليبه دي يبقى ذهبي كده. ورحت بشرة بصلاية، خرطت بصلاية زي ما انتم شايفينها كده، وبقلبها على الرز. خلي بالكم البصلاية يا جماعة، يعني الرز ما اتحرقش او البصلاية ما اتحرقتش، البصلاية حمرة، البصلاية حمرة. هنا انا حطيت يعني يعني بصوا تمن، يعني حاجة كده شطة لا تذكر، شطة بسيط جدا. وحطيت توابل 7، بهارات 7، وحطيت حبة حبهان مطحون. وتعالوا شموا الريحة الجميلة بقى. هنا يا جماعة أنا لقيت الرز ناشف، رحت حاطه له معلقة زبدة كمان. هنا زي ما قلت لكم الأسمر ده البصل أحمر. البصل ده يا جماعة أحمر. المفروض بقى بصراحة كده احنا نجيب بصل أبيض، ما نجيبش الأحمر ده عشان بيبقى باين أسود في الحاجة. هنا اديته كام تقليبة، تسمي وتصلي على الرسول، وتحطي له المية وتقلبيه كده. بص يا جماعة هو هنا شرب المية، بس انا ايه بسرع في الفيديو عشان هي حاجات بسيطة والفيديو بيطول على الفاضي. هنا ايه هو بيتشرب، انا هوطي عليه. ما تنسوش اللايك يا جماعة. انا وطيت عليه واستوى. بصوا بقى، تعالوا بقى خدوا معلقة كده ودوقوا الرز الجميل ده. هنا هنحشي بيه كده الفرخة الجميلة اللي انتوا شايفينها. ده ديك يا جماعة، ده كان ديك كبير، ولا هو كبير يعني عجوز، ولا هو لسه صغير. ده كان حلو، مش شامورتي، لا كبير شوية عن الشامورتي، بس ما شاء الله كان هو مليان لحم يعني. كده انا بحشيه كده من قلبه. ريحة الرز يا جماعة وطعم الرز ده كان مش قادرة اقول لكم، مع ذلك هو لا فيه كبد ولا قوانص. كده انا حشيتها. بصوا بقى يا جماعة، كده انا حشيتها حشوة جميلة جميلة. وحشيتها كمان، خلي بالكم انا الفرخة الديك ده حشيته برضو من تحت الجلد، كنت خالية الجلد كده، حشيته برضو من تحت الجلد. مع ذلك هو خد يعني، بس ما خدش سوا بدرجة اللي هو الفراخ العجوزة دي، لا هو خد سوا برضو، بس ما اتفتحش ولا رزاية واحدة يا جماعة وقعت منه، رزاية واحدة نزلت منه لا. بصوا انا كده حشيته حشوة كويسة، وحشيته من تحت الجلد كمان، من فوق من هنا من على الصدر، ومن تحت هنا برضك حشيته ودخلت فيه الرز كده. يعني الصدر ده انا حشيته، هنخيطه بقى. بص يا جماعة أنا خيطته تخييطة كويسة، ما خليتوش نزل، والله ما نزل حباية رز واحدة في الشوربة. يلا احنا حطينا الحلة، والحلة كمان غليت على النار. بص يا جماعة الحشوة بتاعته من الصدر أنا ما مليتهوش قوي عشان ما يفرقعش. بصوا يعني مخليه مهوي يعني عشان ما يفرقعش. هنا كانت المية غليت بقى، حطينا فيها الديك الجميل ده. بصوا عارفين حبيبة بقى، كلمة بقى واحدة الحبيبة دي نجحتها يا جماعة، واحنا بقالنا كام سنة بنقول بقى ولسه ما شفناش النجاح. ربنا ينجح الجميع يا رب. هنا بقى انا حطيت البهارات بتاعته، حطيت بصل، حطيت طماطم، حطيت توم، حطيت ورق لوري، حطيت حبهان، حطيت بهارات 7، وحبة الملح طبعا. كده بقى هنغطي عليه
ونسيبه. بصوا يا جماعة لما استوى، انا بس بوريهولكم مفيش حباية رز واحدة وما فرقعش. بصوا زي الفل واستوى، خد سوا يعني مش ما خدش. بصوا صدره الرز ولا فرقع من هنا ولا فرقع من هنا. كده انا شلته وخدت حبة شوربة صغيرين خالص، على قد ما هتشوفوا حبة الملوخية صغيرين خالص كده، عشان مش عايزة ملوخية تقعد يعني. كده الملوخية دي يا جماعة كانت ناس جاية من الصعيد ومديانا حبة ملوخية من الصعيد، بس كانت ملوخية روعة. بصوا زي الخضرة بالظبط، زي الخضرة. كانوا حبة ملوخية طعمهم زي العسل. هي كانت جايالي متنضفة جاهزة. يلا بقى نعمل البتنجان. هنا بقى حطينا بتنجان، نملح بتنجان، هنقليه ونملحه. انتوا عارفين بقى والله اي اكل مش بس الملوخية. الملوخية بتحب جنبها الفلفل والبتنجان، انما انا احبه جنب الفاصوليا، بامية، آه بزلة، لوب، يعني اي حاجة انا بحب جنبها البتنجان المملح ده. هنا احنا ملحنا البتنجان وشلناه، وجبنا حلة حطينا فيها معلقة زبدة وحبة زيت. وطبعا بقى كلكم عارفين حمرنا الرز، وبعد ما اتحمر حطيت عليه الرز الابيض والمية والملح وسبته لما استوى. بصوا يا جماعة مفلفل ازاي، بصوا الجمال بقى. يا رب تكونوا عارفين حبيبة بقى. يلا كده بقى هنا انا خلصت خالص بقى كده. ايه، عملت طشيت الملوخية دي الاخر عشان تبقى سخنة كده وجميلة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طشطشة تفوق الكمانجة والربابة. يلا كده بقى كانت الملوخية اخر حاجة كده، عملت لها طشة عشان تبقى سخنة. ايه رأيكم بقى في الاكلة الجميلة دي؟ بس كانوا حبة ملوخية يا جماعة، انا مش قادرة اوصف لكم ولا قادرة اقول لكم الملوخية دي كانت طعمها عامل ازاي، وكانت خضرة وجميلة جدا. هنا الرز الجميل والشوربة والبتنجان المملح. طبعا بقى الخل وتعصري ليمونة كده والثوم كده والفلفل الأحمر وتملحي البتنجان ده، بيبقى طعمه وهم راخر. بصوا يا جماعة أنا بوريكم الملوخية. وهنا بقى عملنا الديك الجميل ده ولبسناه شوز. ما نلبسهوش شوز يعني على جماله ده، لا لازم نلبسه شوز عشان هو ولا فرقع ولا نزل حبات رز واحده زي ما بقول لكم. بصوا يا جماعه انا شديت الخيط شلته، وبصوا جبت لكم معلقه رز من جوه. الرز ده كان طعمه حرفيا كده، والله يا جماعه الشهاده مجروحه، كان طعمه وهم بجد، كان طعمه فظيع الرز دوت من جوه. لان الديك ده كان سمين وكان فيه دهن برضو، فكل البهاريس دي نزلت في الرز ده من جوه، كان جميل. بصوا الصدر بقى، انا فتحت لكم حته اهي من الصدر بالمعلقه، وبرضو بجيب لكم منه رز بوريكم ان الصدر كنت حاشيه وكان مليان رخر رز، بس برضو ما نزلش رزايه. وصحه والف هنا والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.